مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقه جديده من برنامجكم سوبر كوره. الحقيقه احنا قررنا نبدا الحلقات بتاعتنا مع حضراتكم. انا الاربيز بس مفتوح. انا قررت نبدا بعد كده حلقاتنا مع حضراتكم بفقره اسمها سوبر نيوز، اهم 4 أو 5 اخبار اكسكلوسيف لصالح البرنامج كل يوم. أول أخبارنا النهاردة في السوبر نيوز، نيابة الأموال العامة بتخلي سبيل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي مؤقتا في البلاغ المقدم ضده من سعد الحلواني الموظف السابق بمؤسسة الأهرام، وذلك بخصوص هدايا الأهرام. قررت نيابة الأموال العامة إخلاء سبيله لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو نفس الإجراء الذي تم أيضا مع هدى عوض الله رئيسة الحسابات السابقة بالأهرام، ونهال فاروق وهي سكرتيرة حسن حمدي وقت أن كان مسؤولا بالأهرام. ما على الهاتف سعد الحلواني مقدم هذا البلاغ. أستاذ سعد الحلواني، مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم. بس معلش الصوت ضعيف جدا، يا ريت بس يعلوا. يعني هم هيعلوا لك في الكنترول، لكن انا عندي الخبر بيقول ان نيابه الاموال العامه اخلت الاسبوع الماضي سبيل الكابتن حسن حمدي بعد البلاغ اللي حضرتك قدمته بخصوص هدايا الاهرام. ما هو الاتهام الذي تقدمت به ضد الكابتن حسن حمدي؟ هو الحقيقه الكابتن حسن حمدي تم استدعائه بالفعل يوم السبت الماضي زي النهارده بالظبط. نعم. اللي هو كان يوم 20/4/2013. نعم. على خلفيه التحقيقات اللي كانت بتجري حاليا في قضيه هدايا الاهرام. نعم. وتم اخلاء سبيله مؤقتا. وحط حضرتك تحت مؤقتا دي مليون خط. نعم. وذلك لحين اعداد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. نعم. للاسف الشديد ما زالت الكتيبه الاعلاميه التابعه للكابتن حسن حمدي نعم بتمارس نشاطها في التعتيم الرهيب على اخبار التحقيقات. نعم. ولم ينشر الخبر سوى في جريده الاهرام. نعم. وفي صفحه الحوادث، وخبر نزل صغير قوي وفي اسفل الصفحه. يعني هل الاهرام هو الاخر يعني لا يدافع عن امواله مثلا تقصد؟ انا مش عارف، يعني انا لحد النهارده انا مندهش. طب يعني استاذ سعد، المفروض يتصدر الصفحه الاولى. طب ده بلاغ او قضيه بخلاف الكسب غير المشروع، ده موضوع تاني. ده موضوع تاني غير الكسب غير المشروع اللي هو كان طلع فيه بكفاله 2 مليون جنيه، ده قصه ثانيه خالص. والحقيقه برضه هي نفس نعم. والحقيقه هي نفس القصه برضه، التعتيم الاعلامي على قضيه الكسب غير المشروع. طب هنفتح القصص دي الفتره الجايه، لكن استاذ سعد ارجوك سريعا. انا قدامي في الخبر ان ايضا السيده هدى عوض الله، وكانت رئيسه الحسابات في الاعلانات بالاهرام في الوقت السابق، وسكرتيره كابتن حسن حمدي السابقه نهال فاروق ايضا تم معهن نفس الاجراء. هو اللي راحوا 5 بالظبط على خلفيه القضيه، لان هم في البدايه لما جم في التحقيقات في بدايه القضيه انكروا معرفتهم تماما بان في هدايا، وانه ما يعرفوش الهدايا، وان الهدايا ورموا كل العبء على السيد ابراهيم نافع. لكن انا قدمت معلومات وقدمت فواتير وقدمت مستندات دامغه باسمائهم بتقول ان هم مشاركين في هذه مين ال5 يا فندم اللي راحوا وتم اخلاء سبيلهم؟ كابتن حسن حمدي راح يوم السبت. نعم. السيده نهال فاروق وهدى عوض الله ومنى الجبيل وهاله مصطفى، دول راحوا يوم الاحد والاثنين. واخد بال حضرتك؟ وتم اخلاء معاهم نفس الاجراء، اخلاء سبيل مؤقت. نعم. وزي ما بقول لحضرتك حط تحت مؤقت دي مليون خط. يعني تقصد ايه بمليون خط في كلمه مؤقت؟ نعم فندم. تقصد ايه بمليون خط تحت كلمه مؤقت؟ يعني مؤقت دي معناها ان هناك يعني تغير نوعي في القضيه، لان هم انكروا طب ما هو المبلغ الذي اهدره في بلاغك الكابتن حسن حمدي على الاهرام؟ انا اتكلمت الحقيقه على اساس ان الهدايا اساسا بدات من 84، واخد بال حضرتك؟ وقدمت مستندات خلال هذه الفتره، بعض الفواتير بتؤكد على هذا الخبر وبتؤكد على هذه المعلومات وبتؤكد على هذه. طب الرقم اللي مدان بيه الكابتن حسن حمدي في بلاغك؟ هي مليارات. لا انا ما حددتش رقم معين، هو في رقم اتحدد اللي هو من 2004 لحد 2011، ده 580 مليون جنيه. ده لهدايا كبار بس. ده غير في 6 سنين. نعم. في 6 سنوات. يا فندم. في 6 سنوات.
معلش التليفون بيقطع. الرقم ده في 6 سنين، الرقم ده في 6 سنين. الرقم ده موجود حضرتك في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من 2004 ل 2011. يبقى 7 سنين. لو جمعوا تطلع ان الهدايا الكبار اللي تم شرائها خصيصا للساده الكبار 580 مليون جنيه، تعدل 500 مليون جنيه. طب استاذ سعد اخيرا، هل بالفعل النيابه ستقوم بعمل مواجهه بينك وبين الكابتن حسن حمدي في هذه المخالفات؟ انا شخصيا بتمنى هذا. هو المفروض ان في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات اوريدي بيتعمل. اول ما هيرجع التقرير اعتقد وانا بتمنى ان يتم مواجهه علشان اواجه الناس دي بكل مخالفاتهم وبكل فسادهم. استاذ سعد الحلواني اشكرك شكرا جزيلا. اذا تم اخلاء سبيل الكابتن حسن حمدي في مطلع الاسبوع الماضي في قضيه البلاغ المقدم من سعد الحلواني لنيابه الاموال العامه، متهما فيه حسن حمدي باهدار ما يزيد عن 500 مليون جنيه هدايا تم اعطائها او منحها لكبار المسؤولين في مصر من عام 2004 ل 2011.